مين بيحب ورق العنب بالكوارع؟ دي صفحة اونلاين بعتوا الاكل ده عشان اقول رأيي فيه. ما شاء الله هم باعتين اصناف كتير. اول حاجة شوربة لسان عصفور، طعمها حلو جدا وبداية مبشرة. ده طاجن لحمة بالبصل، طعمه تحفة، اللحمة متقطعة قطع صغير ودايبة. ودي ملوخية سادة طعمها ممتاز. نروح بعد كده للكوارع. انا اصلا ماليش في الكوارع او اي حاجة جيلاتينية كده، ومع ذلك دقتها طعمها حلو جدا ونظيفة. ورق العنب خطير، شارب من كل حاجة وطعمه تحفة. اللي ليه في الكوارع هيعجبه قوي. اما ده بقى من اكتر الاكلات اللي بحبها، طاجن مسقعه باللحمه المفرومه، طعم الطاجن تحفه، اخد وش جبنه كده، طعمه خطير. اللي بعده طلب محاشي مشكل، كميته حلوه، ده ب 200 جنيه، في ممبار بوبس كريسبي من بره، والخلطه حلوه بتاعه المحشي كله ممتاز. الطاجن اللي بعده مكرونه بشاميل. انا من الفريق اللي بيحب المكرونه بالبشاميل تبقى بصلصه طماطم، يعني اللحمه يبقى فيها صلصه طماطم مش بيضه خالص. ومع ذلك حتى بالنسبه للمكرونه البشاميل البيضه، الطاجن متواضع جدا ومحتاج تظبيط كتير الصراحه. دي سلطه فراخ بتبقى عامل زي الفته كده مع عيش، طعمها خطير، بس العيش طرى شويه يمكن من التغليف والتوصيل بتاعه. ممكن يستخدموا نوع عيش تاني يتحمص اكتر من كده، وممكن كمان العيش يتقدم لوحده بره وساعه الاكل يتضاف على السلطه، بس بشكل عام ممتازه. بعد كده نروح لاختيار اللي عايز اكل صحي شويه، ده خضار سوتيه بالفراخ. الفراخ طعمها خطير، تتبيلتها حلوه جدا، والخضار حلو، طبق ظريف جدا للدايت. دي بقى وجبه ميكس فيها كفته وشيش طاووق واتنين سمبوسه مع رول لحمه. الرز بسمتي حلو جدا، الكفته ممتازه، والشيش جميل وتتبيلته هاديه، والسمبوسه والرول كلهم حلوين. دي نص فرخه على الفحم مع بطاطس مقليه، الفراخ نظيفه وتتبيلتها هاديه. هما بيعملوا 3 انواع من السندوتشات، بس كفته وفراخ فاهيتا وحواوشي، التلاتة حلوين جدا. الفراخ الفاهيتا حلوه اخده جبنه، الحواوشي طعمه حلو، والكفته احنا جربناها قبل كده برضو طعمها خطير. نرجع للطواجن تاني، طاجن بسله بالجزر ساده، مع اني بحب الصلصه تكون خفيفه شويه، بس طعم الطاجن حلو جدا. اللي بعده باميه، طعمها حلو وطعم التوم باين فيها، انا بفضلها ما يبانش فيها طعم التوم قوي، وده ذوقي انا، لكن اعتقد الغالبيه بيفضلوها كده. ده طاجن رز معمر باللحمه، حلو، كميه لحمه كويسه، طعم اللحمه حلو، بس محتاج دسامه اكتر من كده، محتاج لبن وقشطه اكتر. وبكده يبقى خلصنا التجربه. الاكل ممتاز، وانا شايف لو ده مستوى الاكل على طول يبقى يستحقوا ان هم يتعرفوا اكتر من كده. اكل حلو ونضيف واسعار كويسه جدا. اسم الصفحه ملوك السعاده، ده رقمهم، وهسيب صفحتهم في التعليقات اللي عايز يطلب منهم. سلام.